السلام عليكم، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. للأسف التصاميم اللي بيعملها الAI للأسف كل الناس بتشكي منها، لإن هي دلوقتي بقت تصاميم مكررة، مهما تدّي له prompts مهما تدّي له skills مهما تدّي له أي حاجة، فبالتالي مهما تحاول معاه هيدّيك هو نفس التصميم. أنا استخدمت أدوات كتيرة زي Figma AI واستخدمت Claude واستخدمت Cursor واستخدمت models كتيرة أو استخدمت models وtools مختلفة، وللأسف مهما تكلم الmodels دي هو بيطلّع لك الlanding page هي واحدة، بيطلّع لك dashboard واحدة، بيطلّع لك هو نفس التصميم باختلاف الcolors والكلام ده كله. وأنا عشان أمسك مشروع أنا كback end engineer ما ليش في الUI ولا ليّا في الfront ولا ليّا في الحاجات دي، أنا ما ليش، أنا مش باعرف أتعامل مع الحاجات دي، فبالتالي لو مسكت مشروع freelance الbudget بتاع المشروع مثلًا لو كانت قليلة وكده، فهتتوزع على أكتر من حد، فمش هتبقى أحسن حاجة. فإحنا بنعمل إيه، بنستخدم أدوات الAI إن هي تgenerate صفحات الfront وهكذا. بس أو بس لازم يكون الUI والUX يكون شكله كويس، التصميم نفسه المبدئي يكون شكله كويس، الdesign system يكون شكله كويس. الAI لو اديته design system محترم، اديته design system كويس، هو هيبدأ يمشي على طرف الخيط ده ويديك نتيجة مبهرة حرفيًا. أنا جربت الطريقة دي وحرفيًا فرقت معايا بشكل كبير. المشكلة فين؟ المشكلة كانت إيه أصلًا؟ المشكلة إن الAI هو متعوّد على design system ثابت، مش بيغيّر هذا الdesign، بيدّيك كاردس معيّنة، بيدّيك لون معيّن، بيدّيك font معيّن، هو بيدّيك حاجة ثابتة. فالdesign system اللي هو الAI الdefault بتاع الdesign system بتاع الAI هو حاجة default، حاجة ثابتة بيكررها مع كل الdesigns. طيب أنا أعمل إيه؟ إحنا هنشتغل، طبعًا أنت back end engineer فمحتاج tool كويسة في موضوع الUI UX. الموقع اللي أنا هاقول لك عليه دلوقتي هو الأب الروحي للناس بتاع الUI UX. ومش الUI بس كمان، يعني الناس اللي بتعمل logo، الناس اللي هي المصممين عامةً يعني، اللي هو اسمه Pinterest. Pinterest ده من المواقع الكبيرة ومن المواقع المشهورة ومن المواقع الممتازة حرفيًا، لو أنت عايز تصميم، لو أنت عايز logo، لو أنت عايز مش عارف إيه الكلام ده كله، فأنت بتستوحي منه الأفكار. فبتروح تعمل إيه، بتروح على Pinterest، تمام، وتبدأ تتكلم معاه تقول له مثلًا أنا عايز dashboard أو design لuser dashboard مثلًا، فهيبدأ يدّيك أشكال كتيرة من الdashboards. فأنت بتعمل إيه، خُد بالك مش dashboard بس، يعني أنت ممكن تتكلم معاه تقول له مثلًا عايز landing page، عايز مثلًا register مثلًا form مثلًا، أي حاجة اللي أنت عايزها مثلًا، فتبدأ إيه، تتكلم وهو بيدّيك designs مختلفة. إحنا دلوقتي في حالة الUI، في حالة الUI UX، إحنا دلوقتي بنشوف الصورة اللي هي عاجبانا، علشان UI UX يطلّع لك الdesign ده، مثلًا الdesign اللي إحنا مثلًا design زي ده هياخد منّك فلوس، هياخد منّك فلوس كتيرة كمان. فعشان يطلّع لك حاجة زي كده، عشان يطلّع لك نسبة 90 أو 95 أو 100% بالشكل ده، هياخد منّك فلوس. فأنت بتعمل إيه، أنا دلوقتي شغال Pinterest دلوقتي أنا مسكت دور الUI UX، فإحنا جِبنا منه إيه، جِبنا منه الصورة. هناخد منه صورة زي كده، تمام، خدنا الصورة أوكي، وأروح على مين، أروح على تاني أداة. يبقى أول أداة هي Pinterest، ودي اللي من خلالها باجيب الUI UX الصورة نفسها، تمام. خدت الصورة وباروح على الحاجة اللي بتحوّل لي الUI UX ده للصفحات front، اللي هو إيه، أروح على sketch طبعًا ممتاز، sketch ممتاز في الموضوع ده، sketch من جوجل، ابدأ ابحث كده عن sketch فهتلاقي حاجة اسمها sketch، يعني حاجة كويسة خالص يعني. طيب، فباعمل إيه، باروح أدّي له الصورة اللي أنا جِبتها من بادّي له الصورة اللي أنا جِبتها من مين، من Pinterest، وبابدأ أدّي له prompt أنا جايبه من ChatGPT. تبدأ تروح تقول للChatGPT أي prompt، يعني مش فارقة الprompt اللي أنا هاكتبه دلوقتي، تقول له يا ChatGPT أنا معايا صورة من Pinterest وعايز أحوّلها لكود فعلي. ليه؟ لإن الكود اللي هيطلع لك دلوقتي هو
هو بداية الخيط. أنا طبعًا عاجبني الdashboard وعاجبني الصورة دي وعاجبني الألوان بتاعتها وعاجبني الfont وعاجبني كل حاجة حرفيًا في الdashboard دي، فأنت ممكن تختار الdesign اللي أنت عايزه. فأنا عايز إيه، عايز الصورة دي يا سلام الصورة دي لو بقت كود HTML أقدر بقى إيه أحوّله مثلًا لreact أقدر أحوّله مثلًا لأي حاجة أنا عايزها، تمام؟ فهنروح مثلًا ندّي له الprompt اللي أنا جِبته فين، طبعًا هنا أهو. في prompt أنا كنت كاتبه من شوية، تمام. أوكي، ده الprompt. أوكي. فأنا باقول له إيه، اختصار يعني باقول له خُد الصورة اللي أنا جايبها ديّة وابدأ حلّلها وطلّع لي الfonts طلّع لي منها الcolors طلّع لي منها كل حاجة. فبابدأ إيه كده ماشي أوكي، أوكي، ماشي. هو دلوقتي بدأ ياخد الصورة ويبدأ يحلّلها وهيدّيك تمام. هو دلوقتي هياخد من دقيقة لدقيقتين ويبدأ يحوّل لك إيه، الdesign ده لكود فعلي، تمام. بالمناسبة أنا استخدمت تمام. فهو كده بيبدأ إيه، يبدأ يgenerate الكود نفسه أو يبدأ يgenerate الdesign اللي إحنا اديناه له. بيبدأ يحوّل الصورة اللي هي كانت بامتداد PNG وهيبدأ يدّينا الداشبورد. هياخد من دقيقة لدقيقتين مش هيأخّر يعني، وهيدّيك الإيه، الdesign نفسه. هاوقّف الفيديو وبعد كده هارجع إيه، ونشوف النتيجة. المهم هو عقبال ما يخلّص يعني هياخد مثلًا من دقيقتين ل3 تمام. أنا هابدأ برضه أودّيه حتى هو خلّص الحمد لله. طيب بُص صديقي ده النتيجة اللي هو طلّعها لي. تقريبًا نسبة 90% أو مش 90% 99%. يعني تخيّل الصورة اللي إحنا كنا جايبينها له كانت فين أهي الصورة اللي إحنا جايبينها له. هي دي الصورة يا صديقي، ودي النتيجة. تمام يا صديقي. فدي كده الصورة اللي إحنا جايبينها من دي الصورة اللي إحنا جايبينها من Pinterest. هي صورة PNG عادي، وبدأ يحوّلها لي لمين، لdesign اللي إحنا عايزينه. خُد بالك ده هنا لو خدت بالك في copy as هنا كود، يعني هنا ده الكود اللي إحنا عايزينه أصلًا. لو أنا خدت الكود ده copy as a code مثلًا ورُحت لمثلًا مشروع فين ده مثلًا المشروع مثلًا وفي أي مكان كده مثلًا أوكي مثلًا folder فرُحت مثلًا generate show مثلًا بعد كده رُحت عملت ملف تمام. خلّيته مثلًا index.html تمام. أوكي، وأبدأ أشوف الdesign ده وأبدأ أعمل خلّينا نحذف دي كده دلوقتي أوكي، تمام. وأبدأ أعمل control V خدت كده الكود يا شباب. أنا كده خدت الكود اللي هو كان جاي من مين، جاي من sketch. يبقى أنا عملت إيه، خدت copy as a code تمام. اللي عمله إيه، اللي عمله راح ادّاني كود HTML عادي، HTML وCSS عادي تمام. ولو جيت فتحت الملف ده هيدّيني الداشبورد اللي هو ادّاه لي بالضبط. بس طبعًا ما فيش مش باينة صفحات ولا أي حاجة. أنا بالنسبة لي المهم إيه، المهم إن أنا آخُد design system. أنا كده خدت design system. خدت شكل الcards شكل الناف بار الside bar خدت الأشكال دي تمام. أنا عملت الموضوع ده من شوية إن أنا كنت عايز داشبورد احترافية. فخدت الداشبورد ديّة وحوّلتها لصفحات خاصة بالbusiness بتاعي. وده مثال، ده الداشبورد يا شباب اللي أنا شغّال عليها. عجبني الdesign ده والتصميم ده عجبني، فرُحت عملت نفس الموضوع. فأنا شغّال على شركة دلوقتي فلاتر مَيّة، شركة business معيّن يعني. فدي النتيجة النهائية. صراحة ألوان مريحة، أنا عاجباني الألوان ديّة، design مريح، design مش زي اللي بيطلّعه الAI، مختلف شويتين 3. في تفاصيل حلوة، في تفاصيل كويسة. حتى لو مش حلو بالنسبة لك، حتى لو مش حلو بالنسبة لك، هو حلو بالنسبة لي. أنت ممكن تخش على Pinterest وتعمل نفس الموضوع ده وهيطلّع لك نفس
البتاع ده التصميم. خُد بالك أنا استخدمته كتير، يعني مش dashboards بس، يعني أنا استخدمته في حاجات كتيرة، كتيرة يعني. يعني تخيّل مثلًا ده برضه كان تصميم أنا كنت عايزه في مكانٍ ما. أنا كنت باعمل منصة تعليمية، فكنت عايز هذا التصميم، ففعلًا ادّاني الكود. وفي برضه أنا كنت مستخدمه في حاجات كتيرة، واستخدمته في dashboards برضه، يعني استخدمته في بتاع ده، في landing page. فأنا استخدمته في حاجات كتيرة وصراحة ممتاز، وادّاني نتيجة أكتر من ممتازة. وحتى في ال شكل الdashboard على الموبايل. يعني أنا هنا مثلًا شكل الdashboard على الموبايل أنا ما كانش عاجبني الشكل التقليدي، اللي هو تدوس المزيد هنا كده ويطلع لك الإيه، الside bar. أنا ما كانتش عاجباني الحتّة دي. فرُحت بحثت على Pinterest شكل dashboard على الموبايل، ففعلًا ادّاني شكل مريح كإنه application عادي، وحتى هنا شكل الicons كويسة. ولمّا ادوس هنا المزيد بدل ما كان يطلع لي side bar من على الجنب، لأ هو حاجة كده إلى حدٍ ما unique شوية مختلفة. كُلّه ده بفضل ربنا، ثم الPinterest وsketch وأدوات الAI اللي أنت بتستخدمها. الخلاصة بس عشان ما أطوّلش عليك، خلّي Pinterest هو الUI UX بتاعك، وخلّي الsketch هو اللي بيexecute أو هو اللي بيحوّل الUI UX ده لكود. وخُد الكود ده كده يعتبر الdesign system بتاعك، تمام. وتبدأ تدّيه لمين؟ تبدأ تدّيه بقى لClaude أو Cursor أو أيًا كان، يعني الحاجة اللي أنت بتستخدمها، الmodel أو الtool اللي أنت بتستخدمها. وهيبدأ يمشي على طرف الخيط، تمام. ويبدأ يgenerate components تانية، سواء tables أو أي الcomponent التانية يعني، بناءً على الdesign system اللي أنت اديته له. المشكلة طبعًا إحنا حلينا مشكلة الback end. طبعًا مش الطريقة الأفضل، والطريقة مش الطريقة الأحسن، ولكن لو أنت معاك مشروع وعايز تعمل full stack، فأكيد مش هتدخّل أكتر حد، مش هتدخّل ناس كتيرة معاك في المشروع في البداية، لأن ده هياخد من الbudget بتاع ال 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 المشروع. وكمان مفيد للناس اللي هم بتاع الback end مش مهم، مش ما لوش خُلْق للتصاميم والكلام ده كُلّه، ومش بيبقى شاطر في موضوع الألوان والcolors الألوان والwidgets والكلام ده كُلّه. فدي أنسب طريقة وأحسن طريقة وأفضل طريقة إنك تطلّع بيها صفحات كاملة متكاملة خاصة بالfront. صفحات unique وصفحات مختلفة، وصفحات كمان الAI مش هيقدر يطلّعها من نَفْسه، لازم تدّي له الinstructions اللي أنا قُلت لك عليها دي. دي تقريبًا أفضل طريقة أنا شُفتها الفترة دي، لإن أنا زي ما قُلت لك في بداية الفيديو، أنا استخدمت tools كتيرة، استخدمت كتير tools. استخدمت Figma واستخدمت Cursor واستخدمت Claude قُلت له خُد اعمل لي landing page، ووصفته له واديته skills كتيرة، وفي الأول وفي الآخر ما كانش بيطلّع الحاجة اللي أنا عايزها. دي تقريبًا أفضل حاجة أنا استخدمتها. وبس كده، لو عجبك الفيديو شيّروا مع الناس اللي بتبقى بتعاني من الموضوع ده، لإن في فعلًا الناس كلّها بتعاني من الموضوع ده. وحتى الناس اللي بيعملوا الmodels، يعني حتى Anthropic بدأت تفكّر في الموضوع الفترة اللي فاتت، وكلّهم فعلًا كل الناس بتتكلّم عن الموضوع ده، لحد ما ربنا يكرمهم ويحلّوا المشكلة دي، وإن الAI يطلّع لنا تصاميم مختلفة. هنعتمد دي الطريقة الأفضل والطريقة الأحسن والطريقة الأجمل لحد دلوقتي. أتمنى الموضوع يكون مفيد، لو مفيد بالنسبة لك ما تنساش تدعي لي بدعوة كويسة، وربنا يوفقنا جميعًا، والسلام عليكم.